السلام عليكم. نتابع معكم تطورات الأحداث في سوريا بالعموم، وخاصة الآن من خلال الضربة التي قامت بها إسرائيل للقادة الإيرانيين الموجودين على الأرض السورية في حي المزة فيلات في دمشق. طبعا اعتدنا على الضربات الإسرائيلية والتي تهدف إلى منع إيران من تملك كامل المنطقة، سواء كان عسكريا أو أمنيا مخابراتيا. على خلفيات هذه الضربة ومقتل القادة الإيرانيين، قامت شعبة المخابرات العسكرية من يومين تقريبا باعتقال مفرزة قريبة من المبنى المستهدف. مسؤول عن هذه المفرزة رائد ومساعده وصف ضابط وعنصر مدني هو مخبر يتبع إلى هذه المفرزة. بالطبع عند كل ضربة تقوم إسرائيل بتوجيهها إلى الإيرانيين يتم لاحقا اعتقال عناصر من مخابرات النظام. قبل تقريبا شهرين قامت شعبة المخابرات العسكرية كذلك باعتقال فرع سعسع بالكامل، ابتداء من قائده وصولا إلى أصغر عنصر داخل هذا الفرع، بتهمة التعامل والتخابر مع العدو الإسرائيلي. والآن يتهمون هذه المفرزة بأنها على علاقة بهذه الضربة الإسرائيلية، مع العلم والجميع يعلم أن لدى إسرائيل القدرات الأمنية العسكرية داخل سوريا، لن أقول في كافة المناطق، أقول داخل سوريا، من خلال العملاء الذين تجندهم سواء الإيرانيين أو التابعين لحزب الله أو حتى التابعين لمخابرات النظام. وبالتالي تقع في نهاية المطاف على العناصر الذين لا حول ولا قوة لهم، وهناك قادة كبار هم الذين يعطون الإحداثيات ويعطون التمركز لقادة إيران وغير إيران. وبالتالي ليعي جميع من يعمل مع النظام ابتداء من رأسه إلى أصغر عنصر به أنهم معرضون للاعتقال في أي لحظة بتهمة أو من دون تهمة. فالنظام يضع للفرد ورقتان: ورقة بيضاء عندما يكون راضيا عنه ويعطيه الثقة، وورقة سوداء عندما يكون غاضبا عليه ويكتب بها ما يشاء. وبالتالي راح ضحية هذا الأمر هذا الرائد ومساعده وصف الضابط والمدني. وهناك من يسرب للإسرائيليين أماكن تواجد إيرانيين وحتى كبار الضباط السوريين، وحتى تسريب خاص بحسن نصر الله. وبالتالي بكامل الأمر هم مكشوفون داخل الأرض السورية من عدة اتجاهات، وتوجيه الضربات يتم بشكل دقيق، دليل أن الإحداثيات التي يحصلون عليها إحداثيات دقيقة. نصل إلى نتيجة مفادها أن هؤلاء تمددوا كثيرا داخل الأرض السورية، وأنه يجب على كل سوري يعلم أين يتواجد هؤلاء أن يضع تواجدهم حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يتم جمع المعلومات عنهم ويتم تصفيتهم بأي يد كانت، لأن هؤلاء هم السرطان على الشعب السوري. أتمنى مشاركة هذا الفيديو ووضعه في المفضلات، كذلك العودة إليه، لأننا نعطيكم المعلومات الحديثة جدا. شكرا لكم، تحياتي.